معكم يا أبائي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها أمين. لو أفكر أتكلم عن الباشمهندس يوسف في كلمة، زي ما نيافة الأنبا يوليوس طلب إن احنا نقول مواقف من الحياة مع باشمهندس يوسف، لقيت إن الآية أو مش الآية، الوصف اللي ممكن أتكلم عنه عن المهندس يوسف كلمة جت في يشوع ابن سيراخ في الإصحاح 45 أول عدد. يقول كلمة أقدر أسميها هي المهندس يوسف، يقول عنه كده: مبارك الذكر. مبارك الذكر يعني إيه؟ يعني مجرد إن الواحد يفتكره أو مجرد إن الواحد يتذكره ياخد بركة. وده اللي أنا حسيته في اليومين اللي فاتوا. مجرد إن الواحد يفتكر اسمه، مجرد الواحد يفتكر أفعاله، يحس إن فيه بركة حصلت. في بعض الناس تيجي الدنيا وتمشي وما يفضلش لذكرها بركة، لكن الحقيقة هو ده اللي يتسمى عنه كده: The remembrance of him is a blessing. يعني مجرد أفتكره أحصل على بركة. الحقيقة الآية ديت قالها يشوع ابن سيراخ في إصحاح 45 عدد 1، بس قبلها قال كلمة جميلة، قال was beloved. منين was beloved؟ by God and men. هو كان محبوب من الاتنين، محبوب من الله ومحبوب من الناس. فقال اللي بيبقى محبوب من الله ومحبوب من الناس هو دوت اللي مبارك الذكر. يعني اللي يعيش أيام الدنيا ديت يكون علاقته بالناس علاقة حلوة، ويكون علاقته بربنا علاقة حلوة، تيجي مجرد ذكر وبعد كده هتلاقي الكل فرحان، هتلاقي الكل بياخد بركة. مجرد اني اسمع اسمه، مجرد ان يجي ذكره، هتلاقي ان حصل جواك سلام وحصل جواك بركة. الحقيقة عايزة اتكلم في النقطتين. عايزة اتكلم في نقطة انه كان محبوب عند الله وكان محبوب عند الناس. was beloved by God and men. هو محبوب اولا عند الله وبعدين محبوب عند الناس. لما اجي اتكلم عن الباشمهندس يوسف كإنسان محبوب عند الله، هاخد 3 حاجات مهمين اللي اقدر بيهم اقول انه كان محبوب عند الله. اول حاجة واهم نقطة لمستها على مدار سنين تواجدي 17 او 16 ونص مع الباشمهندس يوسف، ينطبق عليه المعطي المسرور يحبه الرب. هو كان راجل عطاء. أنا ما افتكرش في يوم من الأيام جيت سألته عن أي حاجة ليها علاقة بإنسان محتاج من إخوة الرب أو من أسرة الحرفيين أو أي، اللي ما يقول لي لا يا ابونا خير ربنا كتير، هندي نعمل ما نسيبش. الحقيقة كانت الكلمة دي كلمة مميزة في لسانه، إن هو عايز يدي في كل حاجة. كان بالنسبة له العطاء سمة. واللي عايز تعرف إنه محبوب عند الله، الصفة الأولانية المعطي وبفرحة. هو دوت اللي عند ربنا حاجة مهمة، المعطي المسرور يحبه الرب. فلما اجي اقول لك يا باشمهندس يوسف انت ينطبق عليك انك was beloved، انت محبوب by God، ايوه. ليه؟
لأنك عمرك ما قلت في يوم من الأيام لحد من إخوة الرب مفيش فلوس. النقطة التانية في محبوب عند الله، الحقيقة يتقال كده عن يوحنا الحبيب التلميذ الذي كان يسوع يحبه. طب يا رب بتحبه ليه؟ وبتحبه ازاي؟ وبتحبه عشان ايه؟ يقول كده عن يوحنا الحبيب انه اللي كان في الظروف كلها حاطط راسه على كتف المسيح. والحقيقة هو ده الباشمهندس يوسف. يعني لو كان ينطبق عليه الأولانية في إنه إنسان بيحب يدي، النقطة التانية المهمة إنه كان راسه على طول في الكنيسة. أنا مش متخيل يعني إيه أدخل كنيسة ماري مرقس إلا ما هو فيها وسيظل أي حد فينا. عشان كده قصدت النهاردة إن إحنا نقول يشوع بن سيراخ بيقول عنه The remembrance of him is a blessing. هو مبارك الذكر. هو مجرد إنك تدخل حتى في الكنيسة هتفتكر وتشوف الباشمهندس يوسف في كل حتة من أماكن الكنيسة. مش عايز أقول ارتباطه بصدر المسيح أو ارتباطه بالمسبح أو ارتباطه بالكنيسة ده يخليه المحبوب، التلميذ الذي كان يسوع يحبه. يعني لما أجي كده أقول من هو المهندس يوسف، نقول يوسف الذي كان يسوع يحبه. ليه؟ لأنه كان دائما راسه على صدر المسيح، موجود في كل حتة. أنا كنت أتعجب إني أبقى ماشي من الكنيسة عندنا في الشرق الساعة 11 بالليل ولا 11:30 ويبقى هو جاي عشان يبدأ دورة إنه يعمل قربان. أرجع أنا الصبحية الساعة 6 الصبح لو عندي معمودية ألاقيه حبيبي لسه خارج باللبس بتاعه، يقول لي معلش يا أبونا أنا اللبس دلوقتي. أقول له ده أنت البركة كلها، أنت الإنسان اللي رأسك على صدر المسيح، أنت الحبيب. يبقى لما نيجي نقول was beloved by God، النقطة الأولانية أنه محبوب لأن المعطي المسرور يحبه الرب. النقطة الثانية لأن يوسف الذي كان يسوع يحبه صاحب الرأس التي لا ترتاح إلا على صدر المسيح. النقطة الثالثة والأخيرة في was beloved by God أنه المحبوب، إن هو المحبوب عند ربنا. يقول ثالث نقطة الذي يحبه الرب يؤدبه. أنا بقول دايما إن ما كنتش محتاج يا أنكل يوسف أو يا باشمهندس يوسف أو يا حبيبنا يوسف إن إحنا نقول إنك محتاج إنك تتزكى بالألم، لكن ربنا بيقول له أنا بحبك زيادة. أنت ما أنتش محتاج إنك تتنقل أنك نقي، لكن أنت محتاج أوري لك قد إيه أنت المحبوب. أنت المحبوب، صفتك عندي أنك المحبوب. يعني أنا شايف إن أنت الإنسان اللي فيه كل الحب لأنك المعطي المسرور، الحب لأنك الرأس التي لا تفارق صدره، أنك المحبوب لأنك تزكيت بالألم. والحقيقة كان في ألمه كان عجيب. كان المتألم الشاكر، كان على طول إنسان شايف إن الألم هو ده هدية من ربنا، ويعلم تماما إن دي علامة محبة ربنا. يبقى لما نيجي نقول ليه ذكره بركة، لأنه كان المحبوب عند الله. He was beloved by God. بس مش بس by God and man.
هو محبوب أيضا من الإنسان. الناس كلها بتحبه. أنا لا أعتقد إن في مخلوق في الدنيا مش بيحبه، الكل حبه، كل إنسان اتعامل معاه بيحبه. أعتقد أكتر حاجة تدل على كده الفرحة. احنا كنا امبارح في عيد، مش بنعزي ولا احنا بنقول للحد انت مشيت، احنا بنقول للحد الله احنا فرحانين بوصولك لبيتك الأبدي اللي انت تستحقه. احنا هنا مش عارفين احنا عايشين فين، بنتنقل من بيت لبيت ومن مكان لمكان، لكن الحقيقة أنت تستحق يا من كنت محبوبا من الجميع إن أنت يكون ليك مكان دلوقتي إنك توصل للبيت الأبدي. فأكبر دليل على محبة الناس مظاهرة الحب اللي أنا أشهد على مدار السنين بأن اللي شفته امبارح كان مظاهرة حب لمن يستحق أن يكون beloved by men، محبوبا من الناس. المحبوب من الناس ليه صفة عجيبة. المحبوب من الناس يفضل محبوب حتى ما بين المتخالفين. يعني ممكن 2 يختلفوا ويفضل هو محبوب من الاتنين. طب مش هتاخد جانب على حساب جانب؟ لا. مش هتبقى محبوب من طرف والطرف التاني؟ لا. أمال انت ايه؟ محبوب من الناس. ماليش طائفة ولا فئة أروح ناحيتها، لكني محبوب من الكل. أنا محبوب من الجميع. الله ده في ناس اختلفت، أنت هتقف في صف مين؟ أنا هكون محبوب من هنا ومن هنا، هفضل الصديق لده والصديق لده على مدى الدهر. إزاي؟ تقعد مع كل واحد تلاقيه هو المحبوب ومحبوب عند كل الأطراف. كان محبوبا من الناس. سيب الناس في الدنيا تختلف، لكن أنا هفضل محبوب عند الكل. ليه؟ لأني بحب الكل. كان محبوبا من الله ومن الناس. تمر الدنيا وتختلف ويفضل هو الإنسان الوفي، الإنسان اللي بيعرف يتعامل بحب مع الكل. يمشي أنبا باسيليوس، يجي أنبا برهام، يمشي أنبا برهام، يجي الأنبا يوليوس، يمشي أبونا الأنبا بشوي حاليا، يجي أبونا رويس، يمشي أبونا رويس، يجي أبونا يوحنا، يمشي. هو مش فارق معاه. هو إنسان بيفهم معنى يعني إيه الحب. الحب اللي مش موجه لشخص، الحب اللي بلا حدود. عشان كده he was beloved by God and men، لأن الحب بتاعي مش مربوط أنا تبع موجة، لا، أنا تبع قلبي بيحب. فعشان كده فهمت الناس يعني إيه الحب. الحب إن أفضل أحب، أفضل كده، أفضل بحب بلا شروط وبلا حدود وبلا خاصة، لكن حب مفتوح، مفتوح للجميع. كان محبوبا من الناس. محبوب وشفناها في مظاهرة الحب. محبوب مهما كانت الظروف ومهما كانت التغيرات ومهما كانت الناس اللي بتيجي وتروح، لكن هيفضل هو حبه للجميع. أحكي لكم على موقف شخصي اسمحوا لي إني أقوله. كنا زمان كل الكنايس مع بعضها، وكنا في لجنة هو فيها، واللجنة ديت مسؤولة عن كل الكنايس. وبعدين بدأت الكنايس تبقى منفصلة كإدارات. فالحقيقة أنا كنت بعتبر من يوم ما جيت الإمارات على مدار 16 سنة، أو ساعة ما حصل الموقف ده كان 14 سنة ونص، إن أنا كل حاجة بكلم المحبوب.
وهو ما كانش يقول لي غير ولا يهمك يا قد صابون، ولا يهمك يا قد صابون، كله هيتعمل يا قد صابون. فالحقيقة أول ما الموضوع دوت بقينا كنيسة مستقلة وجيت للاحتياج لورقة، فلقيت نفسي مكسوفة هكلمه أقول له إيه؟ هكلمه أقول له أنا ما بقيتش تبعك لكن عايز مساعدتك. الحقيقة استغربت إن وأنا بفكر هذا الكلام لقيت مكالمة منه هو بيقول لي أعلم إنك عايز تسافر وإنك محتاج ورقة أكتبها لك، ممكن أكتبها لك؟ قلت ياه، هذا هو المحبوب عند الناس، مش بيستنى لما أنا كنت مكسوف إني أكلمه وأقول له الورقة اللي تعملها لي عشان أقدمها وأنا باخد الفيزا أروح أشوف بناتي. قال لي قد صابونة ما تقولش كده، أنا فرحة ليا إن أنا أعمل أي حاجة. هذا هو المحبوب، محبوب عند الله ومحبوب عند الناس. عشان كده ينطبق عليه تكملة الآية في يشوع ابن شيراخ أنك مبارك الذكر. مجرد the remembrance of him is a blessing. اللي عايز ينال بركة يفتكر اسمه، مجرد اني اتذكره سأنال البركة. عشان كده الواحد ما يبقاش حزين، الواحد فرحان لمن سيدوم ذكره ويصبح ذكره للبركة. تعزية خاصة للأسرة الغالية جدا والقدس أبونا مرقس الوفي، الإنسان اللي بقول له يا بختك خدت البركة ويا بختك لك أكبر شفاعة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.